السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ مكملين طبعا في سلسلة يلا 30 يوم أكل صحي يلا نخس. سلسلة سهلة وبسيطة، احنا مش عايزين نحط حاجات صعبة أو كده، لا احنا محتاجين مكونات بسيطة خالص وسهلة. وهنا أنا كنت نقعت بذور الشيا طبعا أساسي كل يوم في أي نوع عصير، أو أنا هنا نقعتها هنا في حليب أي نوع عصير بس بدون سكر. يلا نشوف الفطار القمر ده عملناه ازاي. أول حاجة عندي أنا استخدمت هنا طماطمتين اتنين مبشورين زي ما انتوا شايفين كده بالمية بتاعتهم، يعني مش هصفي. تمام. فص توم مبشور كبير، واستخدمت أوريجانو، استخدمت فلفل أسمر، استخدمت ملح وعود ريحان بلدي. أقدر أستخدم ريحان إيطالي لو عايزة عادي، يعني ده أو ده ما فيش مشكلة. تمام. عندي البيض، أديني استخدمت البيض أهوت، أدي عندي بيضتين. تمام. وعندي هنا رشة صغيرة من الكزبرة الخضرا. طيب الجبن بقى، بالنسبة للجبن أنا استخدمت نوعين جبنة، استخدمت جبنة موتزاريلا عادي مبشورة، واستخدمت قطع قريش، سواء دي أو دي. ممكن استخدم موتزاريلا بس، ممكن استخدم قريش بس، عادي سواء دي أو دي، الاتنين بيدوبوا في الصلصة بيبقى طعمهم حلو. تمام. يلا بقى نشوف هنحضره ازاي. أنا عندي طاسة اهيت على النار، حطيت عليها شوية سمن بلدي صغيرين زي ما انتوا شايفين، وأول حاجة هنزل بيها الطماطم. مهم جدا يا جماعة ان انا استغنى عن السكر، مهم جدا ان انا استغنى عن العيش. انا بستخدم خبز سن، اي نوع خبز بس يكون سن، او دقيق كامل الحبة اللي هو القمح الاسمر، دقيق كامل الحبة، شوفان. تمام. اي حاجة، المهم ما يبقاش الدقيق الابيض بتاعنا ده. نزلت بالطماطم. الحاجات دي بتفرق جدا، انت لو قطعتي العيش والسكر بس هتخسي من غير ما تمشي على نظام غذائي. لو بتاكلي الاكل العادي بتاعنا بس بدون عيش او سكر، هتلاقي الدنيا فرقت معاكي جامد. تمام. في السلسلة هنا إحنا أهم حاجة عندنا إن إحنا نبسّط عليكِ المكونات، يعني مش مثلًا لو أنا مكونات كتير أو حاجة كبيرة، أنا نفسي باكسّل هاكسّل عن الdiet، لأ إحنا مش عايزين نكسّل، إحنا عايزين نضبّط الدنيا مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة، بحيث إن أنا كل يوم أنوّع والدنيا تبقى حلوة. هاسيب الطماطم تاخد غلوة، هي غلوة بس يا دوب لونها يغيّر بقى، وأحط معاها التوم والبهارات. هانزل في الطماطم عشان كلّه يا دوب بس ريحة التوم تطلع والبهارات والحاجات دي، والطماطم تاخد غلوة، أنا مش عايزاها تتسبِّك، يعني تغلي بس تحمَر سِنّة كده. أهوّة. أنا باقلّبها، هي غلوة بس كده من الجناب يا دوب اللي هي تمتزج، يعني ريحة التوم والأوريجانو والريحان كلّه مع بعضه. بالنسبة للبهارات، البهارات الإيطالية جميلة جدًا في الصنف ده، لو أنا عندي بهارات إيطالية أقدر أستخدمها. البهارات الإيطالية زي زي الريحان، زي الأوريجانو، زي الروزميري، ده بيبقى ميكس البهارات الإيطالية. في الطريقة دي بالبيض ومع الجبن بتبقى طعمة جدًا. أنا هنا استخدمت ريحان بلدي عادي برضه، هو بيبقى طعمه حلو. تمام. عندي يا دوب غليت بس كده لونها غمق سِنّة، وهي لسه فيها مَيّتها أهيّة، ما نشفتش، ما سبِّكتش ولا أي حاجة. هابدأ أنزل بقى بقطع الجبنة القريش. أنا بس باحب أحط القريش الأول قبل الموتزاريلا، لإن القريش يعني السِنّة كده تنزل كده أوزّعها إكمنّها أنا مش باشراه أو حاجة، فهي قطع كبيرة شوية، يا دوب بس تسخن قبل الموتزاريلا عشان تلحق تدوب. أهو بُصّوا، حتى يعني أنا حطيتها بدأت تدوب، يعني بتدوب أهي ما بتاخدش وقت. فاوزّعها بس كده عشان يبقى كل حاجة طعمها في كل مكان. أهو. هانزل بقى برشة الموتزاريلا برضه وأحاول أوزّعها. أقدر أستغنى عن الموتزاريلا أو عن القريش، سواء دي أو دي، ممكن أستخدم نوع جبنة واحد، يعني ممكن أستخدم موتزاريلا أو قريش. وزي ما قُلنا قبل كده إن القريش منظمة الصحة العالمية اتكلمت عنها إن هي أكتر جبنة مفيدة، يليها الموتزاريلا، عشان كده عايزين ندخّلهم في كل أكلنا. المشكلة بقى إن أنا عندي أي نوع تاني بيبقى مُصنّع، فناخد بالنا من الحتّة دي، دهون نباتية ومهدرجة وحاجات مش كويسة. نزلت بالبيض. عايزة تسيبي البيض كده وتغطّي عليه ماشي، ما فيش مشاكل، أنا باحب أقلّبه كده كلّه مع بعضه عشان يبقى كل حاجة واخدة من طعم بعض. تقليبة بس كده. أهو. طبعًا مش عايزة أقول لكم الريحان مع التوم مع الطماطم مع البيض مع الجبن، ريحتها كانت قالبة المكان، ريحتها بتبقى شهية جدًا. أنا باحب الصلصة تبقى فيها مَيّة يعني بحيث إن البيض يستوي، أنا ما باحبش البيض ماسك نفسه أوي، باحبه سايل شوية. جِبت بقى طبق وقطعت فيه شرايح خيار، الخيار برضه من الحاجات المهمة في الdiet. أنا قُلت برضه عشان شكله وطعم بيبقى حلو، يعني أنا باحبه، ومن الحاجات الحلوة للمعدة يعني.
نجيب بقى طاسة البيض بتاعتي الرهيبة اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا بحبها مبكبكة كده وجوسي، بتبقى طعمة جدا اهو. هنزل بقى في الطبق ده، هلف الطبق بس عشان الكاميرا مش ظابط قوي معايا. الف كده وانزل بقى. شايفين قد ايه البيض جوسي وطعم؟ طيب انت بقى الناس اللي بتحب البيض مستوي اكتر من كده ممكن تنشفه شويه، انا بحب البيض كده سايل. انا طبيعتي بحب البيض سايل، حتى البيض المسلوق في كل الفيديوهات هتلاقوا صفار سايح شويه. انا بحبش البيض ماسك نفسه قوي، يعني بحبه ونص سوا كده. ارش بقى رشه الكزبره، مش عايزه اقول لكم كانت رائعه. يعني انا اكلت التوست السن وكملت الباقي بالمعلقه، اكلته بالمعلقه. حاجه سهله وبسيطه، ما خدتش وقت خالص، بالعكس ومغذيه جدا. فطار مشبع جدا. البيض من الحاجات اللي بتحافظ على الشبع طول اليوم. الشيا سيدز برضو ما قطعهاش. زي ما احنا مكملين في السلسلة. طبعا الغدا بقى انا هتغدى كوبيبة غمراوي، انا كنت عملتها قبل كده في الفيديو. دي بذور الشيا اهيت، شايفين اهي بدأت تتقل اهي. الغدا انا هتغدى كوبيبة غمراوي، انا كنت عملتها قبل كده في القناة، بس هعملها لكم قريب برضو في فيديو عشان تعرفوا طريقتها. هتغدى 3 اقراص كوبيبة بس، صغيرين مش كبار، وهاكل جنبهم طبق سلطة اهو. الشيا سيدز اهي. اتمنى طبعا السلسلة تكون سهلة وسهلت عليكم كتير. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة.